السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم لمس كريمه كريفي. اليوم ان شاء الله كيف كتلاحظوا معايا نشارك معكم واحد التويجه معمره بالشعريه الصينيه اللي يعني هاد الوصفه هذه كلشي كيعرف يصايبها، غير بالنسبه للبنات اللي مبتدئات بغيت نشارك معاهم هاد الوصفه هذه ان شاء الله. كنتمنى من الاعجاب ديالكم. كيف كتلاحظوا معايا عندي المقادير، عندي دجاجه من وزن 2 كيلو وهكاك و200. المهم الدجاج كيبقى على حسب داكشي اللي عندنا متوفر. عندي 4 ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه ديال الروز، والشعريه كتبقى على حسب الاحتياج. عندي هنايا يعني كيف كتلاحظوا معايا عندي هنايا الخيار مخلل كنقطع انا رقيق هكا، اللي بغى يقطعو مربع كيقطعو. عندي الزيتون اللي هو فيه الحر، عندي واحد المثلث ديال الفرomاج. عندي الكبيده مشحرها بالمليحه وزويته وشويه ديال الحامض اللي هو مصير. عندي هنايا واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم. عندي الحامض المصير اللي كيكون مرقد غير في الملحه بلدي، كيجي بنين بزاف، كيجي مع الدجاج كيواتيه بزاف. عندي هنايا التحميره حسب الحاجه. عندي هنا معدنوس، عندي الصوجه والعطريه. عندي بالنسبه عندي البصل، وعندي سكينجبير وشويه ديال الكمون. عندي واحد المعلقه ديال الصوجه، وعندي معلقه صغيره ديال المطرد، والملح بطبيعه الحال. زيت الزيتون وزيت المائده، يعني كنحتاج زيت الزيتون اقل من زيت المائده. وغتشوفوا معايا ان شاء الله في الطريقه، ندوزو للطريقه باذن الله. وهنا كيف كتلاحظوا معايا كنديروا الشعريه ديالنا في واحد البول، يعني دايره بول كندير فيه الشعريه، وبول كندير فيه التشرميله ديال الدجاج. صافي كندير في نفس الوقت بلا ما كندير يعني كل حاجه بوحديتها. هنايا كندير الثومه كيف كتلاحظوا معايا، كندير الثومه. عندي واحد 4 ديال الفصوص الثومه كتبقى على حسب نتوما اللي كتبغيو الثومه كديروا كثر ولا كتبغيو قل، يعني كديروا على حسب. هنا كندير داك الكبيده اللي كنكون مشحراها كيف ما ذكرت معكم، مشحراها بالحامض، الحامض البلدي اللي كيكون مصير وبزيره ومليحه، وشويه ديال الزيت. انا كندير داك شويه ديال الخيار، غير واحد شويه كندير في الدجاج، وما تبقى كنديروه في الشعريه. كندير الحامض ضروري، كندير الحامض بزايد في الدجاج، وشويه كنديروه في التحمير في الشعريه. هنا كندير داك شويه ديال الزيتون كنديروه في الدجاج، والشيء الاخر كنديروه في الشعريه. درت داك المثلث ديال الفرماج، الا ما بغيتوش ديروه ما كديرش، غير هو كيخلي الدجاج ديالنا رطب بعد ما كيتبخر. هنا كندير معلقه ديال المطر في الدجاج، ما كنديرش في الشعريه. والصوجه كتبقى الا كانت اللي خفيفه كنديروا شويه بزايد، معلقه كبيره كانت ثقيله بحال اللي عندي انا كندير معلقه قيمه معلقه صغيره في الدجاج، وواحد الخطيط كنديروا في الشعريه على حسب النسمه. هنا كندير المليحه وكندوق، يعني كتذوق التشرميله ديال الدجاج وكتذوق الشعريه الا كان خاصها كتزيدها. في الاول ما كنديروش الملح بزاف، لان عندي الحامض مصير اللي هو يعني مرقد غير بالملح، يعني حامض ومالح. عندي الزيتون، عندي الصوجه، يعني كاينين الحويجات اللي كيطلقوا الملحه. عندي الفرomاج حتى هو داك الطريف الفرomاج حتى هو مالح. صافي هنايا كنزيد الكمون، ما كنديرش بزاف، كندير نص معلقه صغيره في الدجاج ومعلقه عامره في الشعريه. كندير راس معلقه في الدجاج ونص معلقه ديال في الشعريه. هادو بالنسبه للبصر. سكينجبير كندير غير في الدجاج، غير راس معلقه. صافي كنتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه. التحميره كندير غير شي طريقه، ما كنديرش بزاف. هنا كندير الخرقوم شويه، كندير في الدجاج وشويه كندير في الشعريه. صافي وكنخلط. الزيت كندير قيمه واحد 2 معلقات ديال الزيت في الدجاج، في التشرميله ديال الدجاج. الزيت كتكون مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المعده، وكنزيد واحد المعلقه ديال الماء بالنسبه للتشرميله ديال الدجاج، غير باش كيطلق لنا ديك التوابل كيطلقوا مزيان.
كندير في الشعريه كندير نص كاس، ما كاملش يعني خصو واحد الصبيح، يعني 4 كاس تقريبا نص كاس. كندير الاغلبيه ديال زيت المائده، زيت الزيتون كنديرو غير واحد الخطيط باش كتطلق لنا الماء. هنا كيف ما شفتوا معايا جريتها بديك المعلقه ديال الماء، وكنخدم التشرميله ديالي مزيان وكنحيد البول ديالي على جنب، وكنزيد الدجاجه باش غادي نشرملها. الدجاج بعد ما كنكونوا غسلناه بطبيعه الحال، وكيكون اما عندنا في المجمد اما كنجيبوه بحال البارح وكيبات في الثلاجه في الجهه العاديه حتى كيهشاش. كنغسلو انا الدجاج كنغسلو بالرنج، الدجاج كيتصل بالرنج راه كيكون مبدل بزاف. الدجاج اللي كنغسلو بالحامض وبالخل، انا كنغسلو يعني غسلته بكاع الحويجات، ولكن بالرنج الدجاج ما كيبقاش فيه الزفره. هنا كنكون حليت الصدر ديالي بالموس من الجهه ديال التحت كيف كتشوفوا معايا، وكنخلي واحد التقبه لداخل كندخل فيها التشرميله، وكنكون تكيتو حتى من الجهه ديال الفوق جهه العنيه كيف كتلاحظوا معايا، وكندخل ديك التشرميله. ملي كنكونوا كناكلوا الصدر ديال الدجاج كنلقاو ديك التشرميله داخله مزيان في اللحيمه ديالنا في الهبره ديال الصدر. كنقلب الدجاجه ديالي وكنشرمل مزيان كيف كتشوفوا، وكندخل مع الفخيدات ومن هنا ومن هنا يعني كيف كتلاحظوا معايا. صافي كنحيد الدجاج ديالي وكنزيد الشعريه كنخلط مزيان حتى كتخلط. هنايا نسيت ما درتش الحرور. الهريسه غادي ندير غير في الشعريه، ما غاديش ندير بزاف، وانتم كتبقاو على حسب الذوق. كنكون موجده البريمه ديالي كيف كتلاحظوا معايا، كندير فيها الماء على حسب الدجاج عندي، واش جوج واش غير وحده واش كبير واش صغير. انا عندي قيمه واحد 2 لتر ونص ديال الماء، دايرها في البرمه ودايره مقطعه فيها الحامض هكا دويورات باش البرمه ديالي ما كتكحلش معايا. بالعكس عاد ملي كنديروا الحامض ونديروه في الماء وتبخر عليه الدجاج البرمه ديالنا كتزيد تصفى. صافي هنايا كيف كتلاحظوا معايا خلطت كلشي. الزيتون انا درتو رقيق ما درتوش باين، داك الكبيدات حتى هما درتهم رقاق. الخيار المخلل حتى هو درتو شرائح رقاق. صافي هنا كنزيد ديك شويه ديال الهريسه كيف ما ذكرت معكم، وعينكم ميزانكم، لان الهريسه ملي كديروها في الحاجه والطيب كتزيد تطلق على ملي كناكلوها غير هكاك. صافي كندخل هاد شويه ديال الحرور في الشعريه مزيان، وغادي نعمر الدجاجه ديالي. ودائما انا الدجاج ما كنعمروش بزاف، كنزاحمو بالشعريه ولا الرز، ما كنزاحموش، كنخليه مهوي شويه باش كيجيني داك الدجاج طايب وكيجي احسن من الدجاج اللي كنعمروه بزاف وكنبقاو نزاحموه في التعمار. يعني هكا كيجي مهوي كيجي حسن. والدجاج اللي كنبخروه ما كنحتاجوش نخيطوه ولا نشدو له رجلين من الخيط، لان ما كنقلبوش في الطياب بزاف، ماشي بحال الدجاج اللي كنكونوا كنديروا بالتغميره. صافي كيف كتلاحظوا معايا هنايا كان شويه الكاميرا كانت مايله، ما رديتش البال حتى ساليت في التصوير عاد شفتو، ولكن راه كلشي واضح. هنا كنسد داك الرجيلات غير هكا كنشدهم وكنخليه يعني شويه الدجاجه مهويه ما كنعمرهاش بزاف. هنا كنحط البريمه ديالي كيف كتلاحظوا معايا، كندير الكسكاس وكندير فيها الشعريه كنديروها من التحت، وكنديروا عليها ديك الدجاج ديالنا باش العصاره ديال الدجاج كتهبط على الشعريه وكتعطي هذيك البنه. صافي انا كندير الشعريه من التحت كيف كتشوفوا معايا. الشعريه كيف كتعرفوا كلشي راه كنرطبوها في الماء حتى كيطيب، كنديروها في الماء طايب كنطفيو عليها النار نخليوها تشرب ديك الماء. الا بقى فيها شي ما كنقطروها مزيان وكنقطعوها عاد كنستعملوها. هنا درت انا 4 ديال المربعات ديال الشعريه ديال الروز. هنا كنحط الدجاج ديالي على الظهر ديالو حتى كيشد راسو مزيان، عاد كنقلب الدجاجه على الصدير ديالها باش كطيب، يعني الصدر هو اللي كيشد ديالها. صافي هنايا كنغطي بواحد الورق ديال الفران بابي كويسو، وكندخل مع الجنيبات وكنغطي بالغطايه ديال الكسكاس، وكنرد البريمه ديالي حتى كيطيب الدجاج. كنعلي عليه واحد 2 مرات كنتكو هكا بالسليب، كنرجع نغطيه ونخليه حتى كيطيب. ودائما الدجاج المبخر خصو يطيب مزيان. صافي كندخل مع الجنيبات راه ما كيطلعش البخار،
وهذا الكاغيط هذا ضروري نديروه لانه صحي، ما نديروش بلاستيك. صافي كنحطها فوق النار، كنجهد حتى كتغلي البرمه وكنقص ليها ونخليها طيب على خاطر. صافي هنايا بعد ما تبخر الدجاجه ديالنا كيف كتلاحظوا، داك الكاغيط اللي كنكون دايره في فوق الدجاج كنديرو في اللاطه، يعني ما كنضيعوش. وهنايا كندير واحد المعلقه ديال الزبده، وكندير فيها قيمه واحد المعلقه ديال الصوجه، وكنخلطها مزيان مزيان باش غادي ندهن بها الدجاجه ديالي باش ندخلها للفران تحمر. الفران انا كنسخنو من التحت ومن الفوق، كنشعلو في مره ونخليه حتى يسخن، عاد كندخل التويجه ديالي باش كتحمر. وهاد الصوجه كتعطيه واحد التقرميشه، وديك الملوحيه كتعطيها الدجاج ديالنا على الجليده ديالو. صافي كنخلط مزيان حتى كتخلط ليها الزبده مع الصوجه، وكندهن الدجاجه الجهات كاملين كيف ما ذكرت معكم، كندخلها حتى كتحمر وكتعطينا اللوين، حتى الصوجه كتعطي واحد اللوين للدجاج في التحمار. صافي كندخلها للفران كيف ما ذكرت معكم، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا. الدجاجه ديالنا بعد ما كنخرجها من الفران كيف كتلاحظوا كتجي على الشكل محمر، وديك الصوجه كتعطيها هاد اللوين بحال هكا، كتجي طايبه تبارك الله ما شاء الله. وهذه الشعريه اللي كتبقى كنرافقوها بحال هكا. وملي كتكون عندنا خضيره كنزيدو خضيره هكا في الفراغات اللي عندنا في الطبسيل وشليضات بطبيعه الحال. انا دايره غير حنا غير 4 بينا، راه الخير والبركه. شكرا بزاف، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. تلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده، مع السلامه.